عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، إذ مدار الدين كله عليه، لأنه تطرق إلى بيان معنى حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. وإذا كانت سورة الفاتحة هي أم الكتاب لما تضمنته من المعاني الجامعة، فإن هذا الحديث هو أم السنة لما تضمنه من جمعه علم السنة، كما ذكر ذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. والإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من الأقوال والأعمال، وهو منقسم إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وعمل مالي كإيتاء الزكاة، ومزيج منهما أي مالي وبدني كالحج إلى بيت الله الحرام. وفسر الإيمان بالأصول الخمسة التي جاء ذكرها في مواضع من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكقوله في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأدخل الحديث ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره في أركان الإيمان، إذ أن الإيمان بالقدر فرع من الإيمان بالله عز وجل وبصفاته كالعلم والقدرة والحكمة. ومعنى الإيمان بالقدر التصديق بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بتقدير الله عز وجل وإرادته، لحكمة يعلمها الله تعالى. يقول العلامة المصلح الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في مجالس التذكير: الإيمان فهو التصديق الصادق المثمر للأعمال والأعمال الصالحة، وهي المستقيمة النافعة المبنية على ذلك الإيمان. فالإيمان الصحيح الصادق هو الذي ينتج عنه صلاح في الأعمال واستقامة في السلوك وصدق في الأقوال. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معنى الإحسان بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يقدر على ذلك
فيتذكر أن الله تعالى يشاهده ويرى منه كل ما يصدر عنه. ومن معاني الإحسان الإتقان، فكل من يستشعر هذه المراقبة فإنها تحمله على أن يتقن أعماله، سواء كانت أعمالا دينية أم دنيوية. وجاء في هذا الحديث بيان أمارات الساعة، إذ أن علم وقت قيام القيامة مما اختص الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكنه أجابه عن بعض أماراتها التي تسبق قيام الساعة وتدل على قربها: أن تلد الأمة ربتها، وهذا إشارة إلى انهيار القيم وفساد الأخلاق، حيث يكثر عقوق الأولاد ومخالفتهم لآبائهم فيعاملونهم معاملة السيد لعبده. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إشارة منه إلى انعكاس الأمور واختلاطها، بحيث يصبح أسافل الناس سادة الأمة، وتسند الأمور إلى غير أهلها، ويكثر المال والبذخ، ويتباهى الناس بعلو البنيان كما هو مشاهد اليوم. وتضمن هذا الحديث أصلا من أصول التربية الناجعة والتعليم الهادف، وهي طريقة السؤال والجواب. فكان جبريل عليه السلام يسأل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. وفي الحديث أيضا تعليم للأمة بقوله: لا أدري، فيما لا يعلم. وقد قال بعض العلماء: قول لا أدري نصف العلم. وقد حلت بالأمة مصائب بسبب تكلم من لا يدري في الدين، فعلى المسلم أن يهتم بما يقيم دينه ويصلح أعماله ويقوم سلوكه، بحيث لا يرى الله منه إلا كل خير.